تخاريف الكابتن محمد صبري لاعب الزمالك السابق كأنه لم يلعب كرة القدم تماما ولا عنده أي معلومة كروية والله. با 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 با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودوسوا على زر الجرس وعلامة واللايك. يا جماعة عندنا شوية أخبار، وأهمها أخبار طبعا النادي الأهلي رقم واحد. الكابتن امام عاشور الحمد لله رب العالمين انزيمات الكبد النسبه كانت 74، وصلت حاليا النهارده الحمد لله ل 60. فالكابتن امام عاشور كلم الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، قال له انا عايز انزل واشارك. فطبعا الدكتور قال له لا ما ينفعش يا امام، اما النسبه بتاعتك يا امو توصل ل 50 فيما تحت. فطبعا امام متحمس ونفسه يشارك وكده، بس لسه طبعا، فربنا ييسر ان شاء الله ويشفيه ويشفي كل مريض. الحمد لله عافانا وعافاكم يا جماعه. المرض والله يعني ليس كبير المرض على اي احد، والله الحمد لله عافانا وعافاكم. الخبر الثاني، الكابتن محمود الخطيب الاسطوره بلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو هيبقى مسؤول البعثه للنادي الاهلي في الامارات في السوبر المصري ان شاء الله، هو المسؤول عنها، اللي هي هتقام يوم 8 نوفمبر الشهر القادم. اضافه كمان دي من ضمن المهام بتاعته الجديده. المهمه الثانيه ان شاء الله هيبقى فيه تولي مع كابتن وليد صلاح الدين يدا بيد في التعاقدات والصفقات الجديده، على اساس ان يبقى عينه معاه كعين الفريق كناس بتفهم في الكوره. الخبر اللي بعده يا جماعه، الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله هيطلع على قناه النهار في حوار مع الاستاذه لميس الحديدي على قناة النهار. فيعني ان شاء الله يبقى لقاء كويس، بس انا بتمنى ان يطلع معاه كمان مذيع كروي، يعني زي كابتن احمد شوبير. كده كده كابتن احمد شوبير رايح قناة النهار فخلاص، ده يبقى افضل عشان اللقاء يبقى اظرف يعني واوضح ودقيق في الكورة. اخر حاجة يا جماعة اللي هي فان عن نادي الزمالك كالعادة، الكابتن محمد صبري بيقول ان ميكيل ارتيتا اللي هو مدرب الارسنال حاليا لم يلعب كرة القدم. شنو هذا؟ ازاي يا كابتن؟ ده ميكيل ارتيتا ده كان بيلعب في منتخب اسبانيا، ولعب في برشلونه واخد بطوله ابطال اوروبا، ولعب في باريس سان جيرمان وخد معاهم ابطال اوروبا، ولعب في ايفرتون الانجليزي، ولعب حاليا ولعب في الارسنال. وطبعا هو مسك مساعد مدرب لبيب جارديولا في مانشستر سيتي، ومسك دلوقتي الارسنال الانجليزي. فازاي انت بتقول ان هو ما لعبش كوره تماما؟ يعني الراجل جايب في مسيرته 128 هدف مع الاسيستات، ولعب 528 مباراه. فجماعه يعني عيب والله على نادي الزمالك والقناه دي تطلع حد كان لاعب كوره وما عندوش اي معلومات كرويه. ده الواحد كانه افضل منه في المعلومات الكرويه. شنو هذا؟ السلام عليكم.